اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه زي بس فود. تعالوا كده نعمل قرص طريه كده، اللي بقى يعني ما طباش على الطبليه كده وما عملش القرص دي يبقى فايته كتير. لازم كده تعمل القرص دي يبقى بيتك مليان بالخير. عندي حوالي كيلو ونص من الدقيق. انا هكتب لكم المقادير الكيلو في صندوق الوصف خلاص، وهقول لكم برضو على المقادير الكيلو، بس ده كيلو ونص خلاص. وعندي رشه هنا من القرفه، وعندي معلقتين كبار سكر، ومعلقه ونص خميره، وحاطه كمان رشه ملح، ومعلقه نشا خلاص. وهحط كمان كيس بيكنج باودر. تمام كده، النشا بتفرق، بتدي طعم حلو للقرص بتاعتي. يبقى حطينا ملح وسكر وخميره وبيكنج باودر، وعندي كمان قرفه، اي طعم بقى انت عايزاه. انا هحط القرفه وهحطها من دلوقتي خلاص، هقول لكم ليه وانا شغاله. تمام كده. وهبدا بقى دلوقتي ان انا احط معلقه خل، لان انا واثقه من الخميره بتاعتي، فانا هحط معلقه خل، فهي على طول هتتفاعل طبعا مع البيكنج باودر بتاعي وبتدي هشاشه. تمام كده. وهبدا انزل بقى بالبطل بتاعي. ده ايه؟ ده عباره عن كوبايه من السمنه على الزيت مع كوبايتين من الحليب خلاص. طب انت حطهم على بعض ليه؟ زي ما انتم عارفين في كل المعجنات انا بحب احطهم على بعض علشان خاطر بدفيهم. تمام، بسم الله. واحط بقى شويه بشويه لحد ما الم العجينه كلها بالمقدار. بصوا الكيلو بياخد حوالي 3 كوبايات، بياخد حوالي 3 كوبايات من السوائل. فانت هتحطي كوبايتين، وبعد كده كوبايتين لحد كوبايتين ونص كده، واعملي حساب ان انت حاطه خل، ما ده برضو يعتبر سوائل. فانت حطي كده اللي هو ايه كوبايتين، وابداي نزلي بالراحه لحد ما توصلي للقوام المظبوط. يعني البوله العجينه كلها تتلم والبوله تبقى نظيفه. خلي بالك هي سهله، بتتعمل على طول على الايد على طول، يعني مش محتاجه عجان او حاجه. بصوا التفاعل بتاع البيكنج باودر مع الخل روعه. ودي عندي العجينه اتلمت اهي، سابت البوله اهي، وايدك تبقى يعني نظيفه خلاص. هبدا بقى ان انا احط عليها رشه بسيطه من الزيت، واغطيها بالستريتش راب. تمام، واسيبها في مكان دافي تختمر وارجع لكم. طب يعني ايه بقى تختمر؟ يعني بتضاعف حجمها. شايفين هي في البوله لحد فين؟ تعلى شويه، وما تسيبهاش تختمر قوي وتعمل بابلز كده، علشان خاطر كده هتشم ريحه الخميره في قلب العجينه. يعني في الصيف نص ساعه، وفي الشتاء حوالي ساعه. اسيبها بقى في مكان دافي. طب انا لو عندي مكان دافي تمام، لو ما عنديش مكان دافي اولع الفرن 10 دقايق واطفيه، هتختمر على طول في ثواني. دلوقتي عندنا الخميره اختمت هي زاد حجمها زي ما قلت لكم. نبدا بقى نديها البوكس المتين، وهبدا اعملها كور صغيره قد الليمونه كده. تبقى كور زي ما قلت لكم، وحاولوا تغطيها على طول. وما شاء الله كميه حلوه قوي، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هبدا بقى من اول واحده انا ايه عجنتها. تمام، بصوا تقومي جايباها كده، ده الصاج يا جماعه مش مدهون اي حاجه خلاص. وتقومي جايباها كده بقى، اديها سمك كده بس مش كتير. ده عندي العجوه. هبدا اعمل ايه؟ هاخد بقى العجوه بتاعتي دي، وهبدا ان انا اكورها بالشكل ده. ادي عجوه اهي، هعملها كور كده. عشان كده حطيت القرفه من الاول، ممكن تحطيها مع العجوه. العجوه بتاعتي جميله، مش محتاجه معلقه سمنه او حاجه. اوعي تحطيها على النار، يا اما تفركيها بمعلقه سمنه، يا اما هي زي الفل بتاعتي لذيذه جدا خلاص. او ده برضو حبيت اوريه لكم، ده عباره عن بلح عادي، انا حطيت عليه ميه سخنه وفكته من بعض، وتقدري تحشي بيه خلاص. تقطعي حتت صغيره وتقدري تحشي بيه. حبيت برضو اوريكم لو ما عندكيش عجوه خلاص. وهبدا بقى احط الكوره بتاعتي، وهبدا ان انا الف عليها كده زي البقجه بالظبط. تمام، شايفين؟ بقفل عليها من كل الجوانب خلاص. وبعد كده بعمل ايه بقى؟ اقوم قلباها على الناحيه التانية في الصاج، وبايديا كده واقوم مبططها. بس خلي بالك ما ترفعهاش قوي، خلي ليها سمك خلاص. هخلص بقى كل الكميه. تمام، والمفروض ان هي تختمر 10 دقايق كمان. طب انا هخمرها ازاي بسرعه برضو ال10 دقايق دول؟ انا هخلص كل الكميه واعمل ايه بقى؟ اللهم صل على النبي. هولع الفرن ال10 دقايق، هحط الصاجه دي على الفرن من فوق، يعني الفرن شغال مع نفسه 10 دقايق بيسخن، ودي عليه من فوق عشان تختمر معايا بسرعه. هخلص بقى السجان بتاعتي واوريها لكم. دي عندي برضو اختمرت اهي، بصوا دي لسه ما اختمرتش. انا بخلص صاج وبعمل التاني، انتوا فاهميني؟ يعني ماشي ايدي كده على طول عقبال ما الصاج يختمر يكون التاني طلع خلاص. يا اما تعملي بقى خطوط كده بالسكينه، خطين كده بالراحه خالص، يا اما تعملي بالشوكه خلاص. انا هعمل صاج كده
وصاب كده على خفيف خالص. واما بقى بصي بالشوكه وابدأي خرميها، لان هي لسه هتعلى طبعا وتختمر في الفرن، فاهمين قصدي؟ عشان ما تبقاش بس عامله زي القيصر، فاهميني؟ طب التسويه ايه يا رحاب؟ بصي بتدخليها بتنقلي الشبكه تحت على الرف الاقرب للارضيه، ما شاء الله كميه حلوه قوي. طب وبعدين هوريكم الكميه كلها لما اخلص. بعد بقى ما انقلها بتعلي طبعا، تولعوا الفرن على اعلى درجه حراره، عندك 250 عندك 220 اعلى درجه حراره، خلاص. ومندخله الرف نقلي الشبكه تحت عند الرف الاقرب للارضيه وبتحطي عليها، تمام. ما بتاخدش 15 دقيقه كده ولا حاجه، وما شاء الله بتبقى زي الفل. انا بولع من تحت ومن فوق مع بعض. رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي مع كوبايه بقى شاي بحليب روعه ما شاء الله، تسويه حلوه قوي. رشت على رشه بس من جوز الهند، مش عايزه مفيش مشكله. بصوا التسويه قمر. بصوا يا جماعه شايفين القرصه عامله ازاي؟ روعه. بصي بدل ما تحطي صباعك كده وتطلع تاني، معنى كده ان القرصه ايه؟ طريه معاكي زي الفل، روعه. بصراحه اتمنى انتوا تجربوا طريقه سهله وبسيطه، وما شاء الله كميه يعني كميه محترمه وحلوه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه زي، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.